السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو مميز جدا جدا لعشاق الكسكسي وكل اللي بيموت فيه زيي. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمله بطريقة سهلة جدا جدا، بالطريقة الجديدة بالكبة بكل سهولة. هتعملي الجمال اللي احنا شايفين دوت. طبعا بسم الله ما شاء الله. عايزة أقول لكم الشكل والطعم لا يقاوم. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا اتعلمته من حماد صاحبتي وبوجه لها كل الشكر. ويلا مع بعض نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. النهارده هعمل ان شاء الله كيلو من الدقيق. هحط عليه رشه ملح صغيره زي ما احنا شايفين كده، وهقلبه كويس جدا. وطبعا الدقيق ده طبعا في الاول انا نخلاه كويس جدا قبل ما استخدمه. زي ما احنا شايفين كده جبت الكبه وهبدا احط معايا الدقيق. طبعا انا مش هعمل طبعا الكبه قوي، انا هحط بس نصها كده عشان اديها براح كده من جوه ان هي تقدر تشكل لي الحاجه بتاعتي من جوه. زي ما احنا شايفين كده معايا هنا كوبايه من الميه، وبالمعلقه او ببخاخ نظيف هبدا ارش عندي كده خفيف خالص خالص على الدقيق. احاول ما اكترش علشان ما يعجنش منك، يعني معلقتين معلقتين. حطيت معايا اول معلقتين وبدات ان انا اضربهم كده زي ما احنا شايفين كده بالكبه. وبعد شويه هروح مطلعوهم ومديهم معلقتين ميه كمان. انا حطيت عندي الميه على 3 مرات لغايه لما لقيت عندي الشكل بدا يتكون. انا هنا دلوقتي حطيت معاكم للمره التانية الميه، وهبدا برضو ان انا اضربها. وكل مادة احس ان الدقيق معايا بياخد شكل الحبيبات. بس اهم حاجه بين المره والمره ان انا اقلب كده بالمعلقه اللي جوه الكبه، الدقيق اللي جوه الكبه، وفي نفس الوقت ما كترش الميه قوي عشان ما يعجنش منك. ضربته معايا للمره الثالثه، وده شكله زي ما احنا شايفين بدا شكله يتكون زي ما احنا شايفين كده. وطبعا دي المرحله الاولى لان عندي كسكسي بيتعمل على مرحلتين. دي اول مرحله احس ان هو شكله بدا يتكون، بس في نفس الوقت مش عايزه اتكي عليه لان لو اتكيت عليه هيبقى معايا في ايدي عجين، فبالراحه معاه خالص والتعامل معاه بيكون سهل. لكن زي ما احنا شايفين الطريقه سهله جدا. انا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده قد ايه كسكسي طالع معايا شكله بسم الله ما شاء الله حلو جدا وواضح المعالم بتاعته. انا دلوقتي خلصت معايا الكميه كلها وجبت حله. الحله ديت حطيت اقل من تلتها ميه. ضروري جدا ان انا هحط عليها من فوق المصفى ديت. المصفى ما تبقاش ملامسه الميه خالص. واعمل حساب ان الميه برضو لما بتغلي شويه بيبقى فيها سنه فوران، فبرضو مش عايزاها تلمس عندي المصفى خالص اللي هحط فيها الكسكسي. دلوقتي في شاشه نظيفه او في فانيلا نظيفه ربطتها من تحت، واحط كميه الكسكسي اللي انا عملتها كده كلها زي ما احنا شايفين. هفضيها عندي كلها في الحله او في المصفى زي ما احنا شايفين عشان اديها التسويه الاولى. التسويه عندي هكون على مرحلتين برضو. اول مره زي ما احنا شايفين كده بدات ان انا احط معايا الكسكسي في المصفى بتاعتي وهبدا ان انا اغطيها. طبعا المفروض ان الكسكسي ليه حله مخصوص، لكن طبعا مش المفروض ان احنا كلنا نجيبها لان استخدامها بيكون قليل اللي بيعمل مره كل كتير. فاحنا بنمشي حالنا بحاجه زي كده. انا حطيت المصفى وغطيت عندي المصفى من فوق. زي ما احنا شايفين قعدت عندي على النار ساعه الا تلت. بعد 40 دقيقه بالظبط هطلعه من على النار، وده الشكل بتاعه. هحس ان هو كده متجمد في بعضه، لكن ما تقلقيش هو هيفك معايا. طبعا هو سخن جدا دلوقتي عشان ما اقدرش احط ايدي عليه. بالمعلقه هبدا ان انا افكه كده بالراحه خالص، وطبعا بمسايسه علشان لسه المرحله دي برضو يعتبر معايا لسه الكسكسي عجين. زي ما احنا شايفين كده بالراحه خالص، وهبدا ان انا افكه كده بالمعلقه بكل هدوء وبالراحه. ده شكله بقى معايا زي ما احنا شايفين كده. كل ما بحاول افكه كل ما هو بيبدا يظهر الحبيبات بتاعته. دي بقى المرحلة التانية. هبدأ أجيب معايا الكبة وأحط برضو كمية من الكسكسي. طبعا المرة دي ما بحطش مية خالص، بضربها بس. وطلع معايا شكل الحبيبات زي ما احنا شايفين ما شاء الله بقى واضح جدا جدا جدا. وده الشكل اللي انا هسويه بيه بالمرحلة التانية. خلصت كل الكمية والشكل معايا بقى واضح وشكله جميل جدا جدا جدا. دلوقتي هبدأ ان انا بقى اكمل كل الكمية بتاعتي، وهبدأ احطه عندي على النار عشان ياخد معايا المرحلة التانية. بس قبل كده هبدأ ان انا دلوقتي قبل ما احط على النار للمرحلة التانية هجيب معلقتين كبار من السمنة البلدي، وضروري تبقى بلدي علشان الطعم يبقى مميز. وهبدأ احطهم عندي طبعا متسيحين على الكسكسي وهقلبه علشان الكسكسي يطلع معايا كده مفرفر كده على النار، مبقاش ملزق في بعضه. زي ما احنا شايفين دلوقتي طبعا الشكل والريحة الله اكبر لا تقاوم. دلوقتي انا كده خلاص
خلصت المرة التانية في الكبة وحطيت لها معلقتين الكبار بتاعة السمنة، وهبدأ أحطه برضو في الحلة تاني وهغطيه وأسويه ساعة إلا تلت تاني. طبعا عايزة أقول لكم الحلة طبعا أكيد المية اللي فيها نشفت، فأنا هكب الحبة اللي فيها وأحط مية نضيفة وهرجعها على النار. المرة التانية هتاخد معايا ساعة إلا تلت، ولو حابة تخليها نص ساعة مفيش أي مشكلة. زي ما احنا شايفين بقى كده خلاص استوى معانا. طبعا بيتقدم وهو سخن وبألف هنا وشفا. وزي ما احنا شايفين قد ايه الكسكسي معايا مفرفر كده وجميل ومش ملزق في بعضه ولا مكتل ولا الكلام ده كله، ما خدش معانا وقت، بالكبه بمنتهى السهوله طلع الجمال اللي احنا شايفينه دوت. طبعا بقى التزويق زي ما انت عايزه، انا هنا بحليه بسكر بودر، حابه تحطي مكسرات، حابه تحطي لبن، على مزاجك والطعم اللي يعجبك، وبألف هنا وشفا. طبعا ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.